النهاردة بقى هنعمل مع بعض المهلبية طريقة سهلة ووصفة بسيطة وحلا جاهز وسريع. الحر يرطب علينا كده في الحر وفي الجو اللي احنا فيه ده، وحاجة كده حبيبة الملايين، ويعني حاجة متربيين عليها من زمان قوي كلنا بنحبها. يلا بينا نبدأ. معايا هنا لتر من الحليب، وعليه كوباية من السكر، وعليه 4 معالق حلوين كده من النشا، ورشة فانيليا، ومعلقتين من الكريم شانتيه. الكريم شانتيه بينقل المهلبية والرز بلبن في حتة تانية خالص. وهنا هقلبهم مع بعض كلهم مع بعض على البارد قبل ما ارفعهم على النار. وهنا رفعتهم على النار. هتفضلي بقى يا ست الكل ايدك كده فيهم، قلبي كده. اوعي بس تسيبيهم، لان النشا ما بتسيبها شوية على النار بتكتل من تحت كده وبتخرز معانا، واحنا مش عايزين ده. احنا عايزين كده قوام كريمي وطعم حلو، وان شاء الله الطريقة دي هتعجبك. هنا بس كنت بظبط الكاميرا. لو عندك مضرب سلك يستحسن تقلبي بيه، بصراحة بيفك التكتلات كلها، ما بيخليش أي تكتلات. افضلي كده قلبي من جميع الاتجاهات، وكل شوية كده وانتي بتقلبي هاتي الحراف بتاعة الحلة أو الطنجرة، الحاجة اللي هتعملي فيها. ال- ركزي كده على الجوانب، الحراف من تحت كده، علشان خاطر الدنيا يعني ما تبصش معانا. وهنا شوف ما شاء الله، هنا كانت داخلة كده على نص سوا، بدأ اهي تربط معانا. هنفضل نقلب نقلب فيها. وبرضو لو هي معاكي على النار ولقيتي ان الدنيا مش تمام، يعني ابتدت تغلي معاكي او تفور ومش رابطة معاكي، فبسرعة هنلحق. يعني الموضوع هي كانت سليمة معايا يعني، بس لو عملت كده معاكي بسرعة كوباية مية وعليها معلقتين نشا وقلبيهم وانزلي بيهم، وانتي بتنزلي قلبي بسرعة بسرعة علشان ما تكتلش معاكي. وهنا كانت معانا ما شاء الله خلاص جهزت طبقنا الجميلة كده بقى، وهنبدأ نسكب المهلبية الجميلة بتاعتنا. هنحط أطباقنا، هي ما شاء الله يعني أنا عارفة الكيلو معايا هيجيب 4 طبق وطبق صغنون. أنا كده كنت مستعجلة يا ماما، حاجة بسيطة عايزين حاجة حلوة، فمفكر أعمل لهم إيه، لقيت عندي اللبن فقلت مفيش أنسب من كده يعني. ونظبط الدنيا يعني ونرتب على الأولاد. أنا كنت بولد الحلة هنا يعني، خلاص أنا مش هسيب فيكي حاجة يعني، هتنزلوا يعني هتنزلوا. هنا ما شاء الله هي لا، والقوام والريحة بتاعتها ما شاء الله يعني الفانيليا مع الكريم شانتيه بصراحة ناقل الطعم في حتة تانية خالص. يعني الكريم شانتيه بيدي طعم خطير خطير للمهلبية وللرز بلبن، حاجة كده ما شاء الله. هنا بقى كنت بظبط الطباق كده، نمسح كده ونظبط الدنيا كده عشان لما نيجي نقدمه لهم يعني نقدم لهم حاجة كده محترمة كده، حاجة تفتح نفسهم كده وتروق عليهم. هنا بقى يا ست الكل زيني بقى مكسرات يكون موجود عندك شوية مكسرات، عندك جوزة الهند، زبيب. انا هنا كنت برش كده، انا عندي يعني في اولاد ما بيحبوش المكسرات على الحاجة، عايزينها سادة كده بس. فأنا كنت يعني بظبط لكل واحد مطلبه، شوية بقى زبيب كده مسكرين زيك وشوية جوز الهند، وظبطي الدنيا ورطبي الدنيا عليهم كده. ربنا يحفظك ليهم يا ست الكل والله. وهنا ما شاء الله بقى معانا أحلى مهلبية، أحلى وأسرع حاجة ممكن تقدميها ليهم. لو زهقانين كده وانتي كسلانة وعايزين حاجة كده تروق عليكم، قومي في 10 دقايق هتظبطيها، وهتبقى معاكي أحلى وأسرع حاجة جاهزة. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. ما شاء الله يعني الشكل والطعم ولا أروع. ولو عجبكم الفيديو ما تعملتوش تعملولي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي.